انواع كثيره ديال الحشرات موجوده من حولنا، وغالبا ما كنكونوش عارفين الوظيفه او الدور ديالها بالضبط. احنا كنشوفوا على انها مجرد مخلوقات مزعجه كتصدعنا في راسنا، ما عندها حتى شي دور. يعني واخا كنقولوا راه ربي ما خلقهاش غير هكاك، ضروري غيكون عندها شي هدف او شي وظيفه، ولكن شنو هي ما كنكونوش عارفينها. ناخذ الدبان على سبيل المثال. الدبان حنا كنشوفوا على انه واحد الحشره اللي موسخه، ديما مصدعانا في الصيف، في الشتاء ما مخليناش نرتاحوا، وكتوسخ لنا الحوايج ديالنا، الماكله، اي حاجه. وما كنحاولوش اننا غير نفكروا او نقلبوا على شنو هي الوظيفه او الدور اللي كتقوم به في هذه الحياه. فراه ما غاديش نبالغ الا قلت لكم بان الحشرات راه هي المسؤوله على اتزان الحياه في هذا سطح الارض. فراه بدونها راه غادي ينهار هذا النظام البيئي كامل، لان بزاف ديال الحشرات او جميع الحشرات تقريبا كتساهم في مجالات عديده بحال الصناعه، الزراعه، البحث العلمي، الطب، التغذيه، وجميع المجالات تقريبا. وعليها فوائد كثيره حتى علينا حنايا كبشر اللي مع الاسف ما كنكونوش عارفينها. في هذا الفيديو غادي ندخلوا لعالم هذه المخلوقات ونقربوا منهم اكثر ونعرفوا شنو هي الوظيفه ديالهم. وغنبداو بالذباب اولا. وقبل ما نبداو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، توركوا على ديك البوطونه الحمراء تتولي بيضه ما خسرتوا والو، وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي شي كومونتير يكون زوين، وديروا لنا شي لايك تشجيعا لهذا المحتوى. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو على بركه الله. الدبان من اكثر الحشرات شهره في العالم، حيت موجود تقريبا في كاع البلايص، وكيكون تقريبا في جميع الفصول ديال السنه، الصيف، الشتاء، الخريف، الربيع، تلقاه في جميع الفصول، دائما كيدور ومبلبل القضيه كما كنقولوا. ولا طلبت منك انك غير تدور عينيك في البلاصه فين جالس، فراه ضروري غتبان لك شي دبانه كتزنزن حداك او تالفه في شي بلاصه. وبالرغم من انها قريبه منا بهذا الشكل، مع الاسف ما كنكونوا عارفين حتى شي معلومه عليها او شنو هو الدور ديالها او لاش كتصلح. والا سولتك شحال من عين عند الدبانه، او واش عندها اسنان ولا لا، وشحال المده اللي كتعيش، وشنو هو الدور ديالها في تلقيح النباتات والزهور، فراه غالبا ما غاديش تكون عارف. وهذا الشيء اللي غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو. الدبان من اكثر الحشرات الغامضه، والتركيبه ديالها جد معقده ودقيقه للغايه. الدبانه عندها 6 ديال العينين اللي كتحتوي على 6000 عدسه، وعندها القدره على استقبال ومعالجه المعلومات البصريه بواحد السرعه مهوله. وهذا الشيء كيفسر دائما الفشل ديالنا فاش كنبغيو نقتلوها. يعني دائما كتجي تقتل شي دبانه كتلقاها هي هربات، لانها دائما كتكون واخده الاحتياطات اللازمه ديالها فاش كتحس بالخطر. الدبانه ما عندهاش معده، والقلب ديالها كيدق 16 دقه في الثانيه، والجناح ديالها كيرفرف بمعدل 300 رفه في الثانيه. واو. وهذه الحركه هي السبب في داك الصوت اللي كنسمعوا ديال الزز ديال الدبان. كتعيش الدبانه ما بين 10 حتى 15 يوم فقط، ودايره هذه البلبله كامله هذه. ومن اغرب واعظم الفوائد ديالها هي استخدام واحد النوع فيها في المجال الطبي، بحال مثلا شي واحد كيكون عنده شي جرح عميق في يده الله يستر، او لا تصاب بشي حروق اللي كتكون كبيره لا قدر الله. في هذه الحاله كيتكون واحد الانسجه ميته جراء هذيك الحريقه او ديك الضربه اللي تضرب. وباش يقدروا الاطباء انهم ينظفوا داك الجرح ويتخلصوا من دوك الانسجه الميته، فراه كيحتاجوا غالبا لعمليه جراحيه اللي كتكون معقده وصعيبه بزاف، لانه فاش كيبغيو يفصلوا بين الانسجه الميته والانسجه السليمه، فراه يقدروا يتسبوا في خدش الانسجه السليمه. داكشي باش كيلجؤوا لهذا الحل السحري، كيجيبوا يرقات صغيره معقمه من نوع ديال الذباب وكيحطوها على داك الجرح، وسبحان الله دوك اليرقات الغذاء ديالها هما دوك الانسجه الميته او اللحم الميت. يعني كياكلوا غير دوك الانسجه الميته وكيخليو السليمه في بلاصتها بدون اي خدش او بدون ما يجرحوا الانسجه السليمه. سبحان الله العظيم. بالاضافه لان الاطباء لقاو كاين تشابه بين القلب ديال الذبابه والقلب ديال الانسان من ناحيه الامراض المتعلقه بامراض القلب والشيخوخه. داكشي باش الاطباء كيستعنوا بها باش يقلبوا على حلول الامراض القلب. ونزيدكم كاينين انواع ديال العقاقير والمضادات الحيويه اللي كيتم استخلاصها من انواع كثيره ديال الذباب. واش تسالوا الفوائد ديال الذباب هنايا؟ لا مازال ما تسالاو، مازال كاين الخير تبارك الله لهذا المخلوق اللي احنا كيبان لينا ما كيدير حتى حاجه من غير انه كيصدنا. الذباب من اكثر الحشرات مسؤوله على اتزان الحياه في سطح الارض، وغادي نختزلوا هذه الفوائد في 3 ديال النقاط. اولا، الذباب هو الغذاء الوحيد والرئيسي لبعض الطيور وبعض النباتات، زائد انه غذاء نوع من الحيوانات بحال الزواحف والبرمائيات والخفافيش. وكاينين بعض المناطق الساحليه النائيه اللي كيكون فيها الذباب هو المصدر الوحيد للبروتين لبعض الطيور والحيوانات، كما انه كينقل حبوب اللقاح بحال النحل تماما. ثانيا، الذباب كيخدم الحياه السمكيه ايضا، لانه هو غذاء السمك في المياه العذبه والمالحه، وخاصه في هذوك البرك اللي كيكونوا محدودين. زائد ان الذباب كيتغذى على دوك الطحالب اللي كيمصوا كميات كبيره من الاكسجين داخل الماء وما كيخليوش السمك يتنفس. ثالثا، اللي هو اعظم دور كيقوم به الدبان، اللي هو كيساعد الارض على التخلص من النفايات والفضلات والجثث بجميع انواعها،
وبعض النباتات الضاره، بحيث كيوضع يرقات على هذه الاشياء اللي ذكرناها، وهذه اليرقات كتبدا تتغذى على هذه الاشياء وكتساعدها في التحلل وازالتها تماما من الطبيعه. يعني تقدر تقول صديقي بانها نظام صرف صحي طبيعي من داك الشيء الرفيع. كاع هاد الفوائد اللي ذكرناها فرا غير ديال حشره واحده من اصل هذا العالم ديال الحشرات الضخم اللي العمر ديالها اكثر من 470 مليون سنه فوق سطح هذه الارض، اللي قدمت فيها ومازال كتقدم بزاف ديال الخدمات في بزاف ديال المجالات. في المجال الزراعي غادي نلقاو النمل ودودة الارض كيزيدوا من خصوبه الارض وكيخلصوها من النفايات اللي كتكون موجوده بين الحبوب ديال الزرع، بالاضافه الى عدد كبير من الحشرات بحال الدعسوقه والعناكب اللي وظيفتهم التغذيه على الحشرات والطفيليات الضاره اللي كتاذي النباتات. وهذا الشيء كيخلي المزارعين انهم يقلوا شويه من استعمال دوك المبيدات الكيماويه اللي كيضروا بالطبيعه بصفه عامه. وفي مجال الصناعه كنلقاو دوده القز او دوده الحرير اللي كتنتج لنا اقمشه ديال الحرير ذات جوده عاليه واللي كتكون مختلفه تماما على اي منتج صناعي اخر من ناحيه الجوده والقوه. وفي مجال التغذيه غادي نلقاو طبيعه الحال النحل الغني عن التعريف اللي كينتج لنا العسل اللي كينصحونا به الاطباء نظرا للقيمه الغذائيه ديالو والفوائد ديالو. في مجال الطب غادي نلقاو العناكب والعقارب اللي بالنسبه لنا حنا مخلوقات مزعجه وما كنحملوهاش وغير كيخلعونا وما بالنسبه لنا ما عندهم حتى شي فائده، فراه كيتم استخدامها في استخلاص ادويه ومسكنات الالام المزمنه. وذبابه الفاكهه على سبيل المثال اللي كيستخدموها في ابحاث الجينات الوراثيه نظرا لانها كتعيش واحد الفتره قصيره لمده 10 ايام تقريبا. وماده صمغ النحل اللي كيستخرجوها من النحل وكيتم استخدامها للوقايه من مرض السكري، التهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد والانفلونزا، بالاضافه لتقويه المناعه وعلاج الحروق الطفيفه، وكتستخدم ايضا في الحد من الاصابه بفطريات الدم. حسيت براسي عشاب في هذه اللحظه هذه. يعني شوفوا تبارك الله شحال ديال الفوائد اللي كتعطينا هذه المخلوقات او هذه الحشرات، سبحان الله. وفي الاخير خليني نقول لكم واحد المعلومه اللي غادي تصدمكم او لا غتجيبكم شويه في شكال. كاينه واحد الدراسه كتقول بانه عند انقراض الانسان فراه ما غادي يكون حتى شي تاثير سلبي على الطبيعه، لانه ببساطه الانسان داخل ضمن المخلوقات المتربعه على قمه السلسله الغذائيه. اما الى انقرضوا الحشرات فراه غادي تكون كارثه كبيره على الانسان، على الحيوانات، على النباتات، على كل شيء، على جميع النظام الطبيعي، لانها ببساطه هي اساس السلسله الغذائيه. ويمكن لنا نقولوا بان الحشرات هي القوه الخفيه اللي كتخدم في الصمت باش تستمر الحياه على كوكب هذه الارض. يعني يا صديقي من الاخر راه حنا اللي محتاجين ليهم ماشي هما اللي محتاجين لينا. حتى لهنا كينتهي الفيديو ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه وتنشوفوا ان شاء الله في فيديو اخر وتهلاو.